السلام البنات، مرحبا بكم معايا في القناه وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم البغرير بالفينو، كيجي رائع خفيف وسريع في التحضير. نتمنى تخليكم معايا لاخر الفيديو، وما تنسونيش من لايك ديالكم ومن تشجيعاتكم ليا وتعاليقكم الزوينه، وكنتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده وفرجه ممتعه. على بركة الله كنحتاجو هنا السميد الناعم كما كتشوفوا، هو هذا. غادي ندير الكاس الاول، عندي هنا الكاس الثاني، وهنا الكاس الثالث، وهنا عندي معلقه كبيره ديال الدقيق، عندي هنايا الملح على حسب الذوق، هنا الساشي ديال الفاني كيبقى اختياري، ما بغات تستعملو ما تستعملوش. ممكن ديروا غير معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وحتى هي كتبقى اختياريه. المهم انا هنا درت فاني فقط للتنسيم. عندي هنايا معلقه صغيره تكون عامره ديال تخميره الخبز كما كتشوفوا، تقريبا كتعطينا نص معلقه كبيره، كتبقى على حساب الجو. دابا راه الحال سخون ما كاينلاش تكثروها. هنا عندي جوج ساشيات ديال خميره ديال الحلوى، كل وحده كتوزن 8 غرام. وهنايا عندي المكون السحري ديال البغرير، غير ضيفوه لي تقريبا معلقه كبيره ديال الخل. هنا البنات غادي نبدا نضيف في الماء، غادي ندير الكاس الاول، وغادي نضيف الكاس الثاني، ها هو الكاس الثاني، وهنا غنضيف الكاس الثالث. هنا غادي نخلط هاد المكونات مزيان، والكاس الرابع كيبقى عندي هنا على جنب حتى كنشوف كنضيفو غير بالتدريج. كنخلط في الاول مزيان حتى كينسجموا لي هاد المكونات كاملين. والماء البنات ما يكونش سخون، يكون دافي غير شي شويه صافي. هنا كما كتشوفوا راه عندي الخليط ثقيل، غادي ندير واحد نص كاس وانا كنخلط. صافي غادي نضيف الكاس كامل، صافي غادي ناخذ الكاس ديال الخلط الكهربائي، غادي ندير فيه هذا الخليط ديال البغرير. صافي البنات هنا راه خلطته مزيان تقريبا واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق. صافي هنا خديت نفس نفس الاناء اللي كنت خلطت فيه، غادي نفرغ فيه هذا العجين. صافي هنا غادي نغطيه، نتوما الا ما عندكمش بغطايه غطيوه غير بلاستيك الغذائي سلوفان، وغادي ناخذ هذا هكا شي منديل ونغطي به، وغادي نخليه يخمر تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه ونرجعوا نتلاقاو. صافي البنات هنايا راه خمر، غادي نهري عليه تقريبا راه داز شي 10 دقائق. انتما باش كتعرفوا البنات خمر راه كيبدا يدير هاد الفقاعات، نتمنى يكون واضحين لكم. صافي هنايا غادي نخلطو بحال هكا، وغادي ندير المقله ديالتي تسخن ونطيبو. هنا البنات راني درت المقله ديالتي تسخن كما كتشوفوا. العافيه البنات غادي تكون متوسطه، ما تكونش مجهده، وفي نفس الوقت ما تكونش ناقصه، تكون عافيه متوسطه. وهنا هذا هو العجين، ناخذ واحد الكميه وكنعاود نزيد العافيه شويه حتى كتبدا كما كتشوفوا ندير هكا هاد الفقاعات الطبيبيخات، المهم كل واحد كيسميهم. صافي كتبقاو غير كدوروها بحال هكا باش كتجي محمره من الجوانب كاملين، تتجي طياب واحد. صافي هنا غادي نقص عليها العافيه. صافي كديروها البنات فشي طبيسين، تديروا فيه شي توب كتحطوها فيه حتى كتبرد، عاد كديروا وحده فوق وحده.
صافي انا غادي نستمر بحال هكا حتى نطيبهم كاملين. هنا انا كملت الطياب ديالو كامل البنات. هذا هو الشكل النهائي ديالو كما كتشوفوا، كيجي رائع، كيجي خفيف، كيجي كله ثقوب. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوه، اكيد غادي يصدق معكم وينال الاعجاب ديالكم ويولي معتمد عندكم ان شاء الله، علاش لا. كنتمنى منكم حبيباتي فضلا وليس امرا ما تنسونيش من لايك ديالكم وتعاليقكم اللي كتشجعني، ونتمنى منكم تبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء. وانا غادي نوري لكم واحد وحيده كندهنوها هكا بسمينه وعسيله، راه كيجي رائع. شوفوا حتى اللون ديالها من الجهه الاخرى كيجي روعه البنات، ساهل وخفيف. نتمنى تجربوا ان شاء الله. وهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، وكنضرب لكم موعد فيديو اخر، وكنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده. بصحه وراحه.